في شوية حاجات لازم تعرفها علشان نقدر نقول ان عملية شفط الدهون دي نجحت. اول حاجة هي الالتزام بلبس الكرسي. الكرسي ده مش رفاهية، ولكن هو ليه وظيفة محددة، ان هو يقلل الكدمات والتورم، وكمان يشكل الجسم على الوضع الجديد. تاني حاجة هو شرب السوائل. شرب السوائل كتير بعد العملية علشان تعوض اللي انت فقدته في شفط الدهون، وفي نفس الوقت علشان تتخلص من آثار العملية. اما تالت حاجة فهي الحركة المستمرة، بتعمل تنشيط للدورة الدموية، فبالتالي الجسم بيوصله المركبات اللازمة ان هو يعيد التعافي بتاعه، فده في حد ذاته بيسرع من التعافي بتاع العملية، وفي نفس الوقت بيقلل من مضاعفات ان يحصل تجلطات في الدم نتيجة الرقدة الطويلة. ولو حد عنده سؤال يبعت لي على الصفحة وهجاوب عليه في فيديو.